البتاع اللي طالعه فوق ده يا ميدو. يا عم دي طيالة وعايت اي حد يقدر يعملها. بتقول ايه؟ اي حد ممكن يعملها؟ يعني انت تعرف تعملها يا ميدو؟ ده اسهل حاجة، عيب عليك. خلاص مسألة ميدو، نروح عند البيت ونعمل واحدة. يلا فين؟ بس انا لازم اخبي الزينه دي هنا، بس في مكان حماصه ما يعرفوش. العشه دي مقفول. بس ان شاء الله كده حماصه مش قليله. بس يا عم ميدو، ادينا وصلنا عندنا على الصفحة اهو، هنعمل ايه بقى كده؟ هنعمل تهالة طبعا. ايوه طب هنعملها ليه دي؟ بص انا عايز منك حاجة سهلة، اكتب لي خيط وخاب وكياس. يلا ما اجيب لك خيط جاهزة احسن. هو في ايه يا عم ميدو؟ ماشي. يا ميدو انا لقيت الحاجات اللي انت قلت عليها اهي. لا يا حماس، هاتهم بقى. يا ميدو خدهم. عايزك بقى تستنى وتشوف العزمة اللي انا هعملها لك. يا مسهل الحال يا رب، ادينا قاعدين اهو. بقول لك ايه يا عم حمود، انت شايف لنفسك على عيال، ما تيجي جو. بلاش انت ابو الصحاب، انا خايف عليك مش خايف منك. لا يا حبيبي مش عايزك تخاف عليا، وبعدين انت شكلك اصلا انت اللي خايف تلعب. ها انا خايف منك على لو الصحاب. لا لا حبيبي. تعالى كل يوم ابو الصحاب. طب والله انا جبت انا احسن من بتاعتك واكسبك. لا اتكل على الله. فين ست؟ فين الواد حماس؟ حماسة، انت حماس. ماشي، هو انت مالكش غير النوم يا عم حماسة؟ انا عرفت اصحيك ازاي. غليل. بتقول ايه؟ عملت الطيارة؟ بس هي فين دي؟ انت يا عم حماس. اللي انت معادنا اكتر من 3 ساعات. احسن دي انت هتعمل لهم مفاجأة صح؟ هتعمل لهم مفاجأة ومخبي واحدة تانية اكبر من دي. يلغي ولا تعمل ده. حتى انت كمان التالي اللي انا اعملها. ماشي. بقول لك يا حميد انت وحماس، انا عايزكم معايا في حوار كده. ده ابو الصحاب. انت ابو الصحاب. بصراحة كده بقى يا جدعان لازم نعمل طيارة ورق كبيرة قوي عشان نكسب بقى الولا حمود. وده نعملها ازاي لما احنا مسافرين نعمل حتة واحدة صغيرة لينا. حبيب قلبي يلا بقى لسه ما عملتش انت بقى دلوقتي احنا ناخد في القناة عشان نوصل فيه ده اكبر عدد من اللقاء. اهو حبيب قلبي ما تقلقوش خالص، انا هوريكم بتتعمل ازاي. قابلوني اللي عملتوه. بس كده يا رجاله، انا كده خلصت الطياره اللي هنكسب بيها الولا حمود يا رجاله. لا انتوا لسه هتنامولي، ده احنا ورانا حوارات كتير. يلا يا عم وانت وهو يا عم. يلا يا حبيبي انت وهو، انا عملت الطياره دي بس لسه ناقص الديل بتاعها، اتصرفوا لي بقى وهاتوه. اوبا ايوه هي دي الطيارات، مش زي واحد صاحبنا. شفت انا يا عم حماس. اسمعتوا بقى يا عم ميدو، احنا عايزين ندور على ديل الطياره دي. ده الكيس ده باين عليها زينة رمضان، ودي اللي جابها هنا دي. بقول لك يا ابو الصحاب، انا لقيت الزينة دي تنفع؟ جامدة قوي الزينة دي يا ابو الصحاب، ابعت هنا ابعت. بس يا ابو الصحاب خدها اهي. جدع يعني.
ظبط بقى الدنيا. كده انا ظبطت لك الطياره بقت علي العال. لما هروح بقى ندخلكم للولا حموده ده عشان نعمل معاه تحدي. بقول لك يا زميلي انا رجعت لك بس المره دي معاه طياره هتحط عليك وعلى اي حد في المجال ده. انت تاني والصحاب مش انا لسه حاطط عليك. باشا تعالى بس معايا وهنشوف مين اللي هيحط على التاني. خلصانه يا زميلي يلا بينا. بص يا حبيبي هي دي الطياره. انت انا والصحاب. لا انا مش لاعب معاك. سيبوكم منا يا عم انت وهو، روحوا انتوا طياروا طيارتكم وعيشوا حياتكم قبل ما اروح اقضي المصلحه دي واجي لكم. يلا سلام. الله يا حماسه، يلا بينا التالت تالتي. ايوه يا عم بيتو بس ده انت يلا ازاي؟ ده انا لو مسكتها لوحدها تاخد لي اوضه بيا. تعالى تعالى بس امسك احنا الاثنين وسط بعض نحاول نطيرها. يا عم اذا كان كده ماشي يلا بينا. ازيك يا ابو حماس؟ ها الامانه تمام؟ امانه تمام ما تقلقوش، شايلها معايا في الحفظ والسوق. ابو حماس يكون حصل لها حاجه، احنا بقالنا 3 ايام بنجمع في الفلوس بتاع الزينه دي. يا حاج سعد والله ما تقلق، الامانه بتاعتك في الحفظ والسوق، وكمان انا هطلع دلوقتي اجيبها لكم دقيقه واحده. حلو قوي الطياره دي يا حماس. انت اللي عاملها ولا مين؟ انا اللي عاملها. لا جامده يا حماس، وخصوصا الزينه اللي هي في ظل الطياره من تحت دي. يا جماهير يا رب يا رب. نهار اسود، انت يا حماس انت جايب الزينه اللي في ظل الطياره دي منين؟ لسه دي يا بابا من جنبها دي. ايه ده؟ ابو حماسه، ابو حماسه، قلبك حماسه. اسود حماس